السلام عليكم. لغات البرمجة في الغالب بتوفر زي functions جاهزة. احنا اتكلمنا عن functions. بتوفر حاجات جاهزة تقدر ان انت بيها تتعامل مع الاري وتعمل بيها شغل كويس سواء الاري او الاوبجكت. لكن احنا في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات هتساعدك مع الاري. خلينا بكل بساطة ان احنا نشيل الاوبجكت خالص، وخلونا هنا نتكلم عن 4 حاجات هنعملهم في الفيديو ده وهنتعلم ازاي نعملهم. الحاجة الأولى وهي ازاي ان انا اضيف في اخر الاري دي. خليني اقول لك على حاجه. احنا اتفقنا ان انت لو رحت مسكت التو دو ليست ده وانت عارف ان ده 0 1 2، وجيت هنا قلت له تو دو ليست 3، حط لي تو دو ليست تانية كود فور سام تايم. مثلا انا حطيت الليست دي، يبقى عندي هنا 3، ورحت عندي هنا 0 1 2، رحت جبت الاندكس رقم 3 اللي هو هيكون الاليمنت رقم 4، ورحت حطيت تو دو ليست تانية وقلت له كونسول دوت لوج اطبع لي كده تو دو ليست. هتلاقوا ان هو ما فيهاش مشكله، ضاف لي الموضوع ده. بس ده منطقي؟ يعني هل منطقي ان انا عايز اضيف حاجه اروح اشيل اروح ادور هم كام اليمنت واشوف كده هم كام واروح اجيب الاليمنت اللي بعده احطها؟ ولو انا رحت مثلا قلت خلاص انا غسلت اسناني وشلتها، يبقى انا اجي الاقي ده ان ده فاضي، ان انا عندي اليمنت فاضي؟ ده مش منطقي. النهارده هنتكلم عن 4 حاجات. ازاي نضيف في اخر الاري، ازاي نشيل من اخر الاري، هنفترض ان التو دو ليست دي خلاص خلصت وعايزين ان احنا نشيلها، ازاي نضيف في اول الاري، وازاي نشيل من اول الاري. طيب بكل بساطه اول حاجه كده هنعمل ريلود. عندنا 3 عناصر: wake up early, breathe my teeth, study for 2 hours. بالشكل ده هاجي هنا هقول له to do list دوت، عندنا حاجه اسمها بوش دي بتحط element، بتحط لي اللي انا هحطه ده في اخر الاري. فهقول له مثلا هنا code for some time بالشكل ده. هتلاقوا ان هو حطه فين في الاخر، كود فور سام تايم، حطه في اخر حاجه رقم 3. رحت حطيت تو دو ليست تاني، دوت بوش مثلا. هقول له ان انا عندي تو دو ليست تانية مثلا بلاي سام سبورتس مثلا بالشكل ده. فهتلاقوا هنا ان هو قال ان انا العب رياضه. جميل جدا، خلصت لعب رياضه. لو افترضنا جدلا ان الموضوع بيمشي بالطريقه دي، احنا ممكن نعمل ابلكيشن تو دو ليست كابلكيشن حقيقي، وان انت تقدر تعمله زي تريلو والحاجات دي. لكن قصدي هنفترض ان الموضوع بيمشي بالشكل ده، ان انت بتمسح اخر تو دو ليست. لو في صوت ظهر بره فانا هكمل عادي، مش هعمله تعديل، هسيبه زي ما هو. امورنا طيبه او امورنا كويسه. هاجي هنا هقول له تو دو ليست، المره دي مش دوت بوش، هقول له دوت بوب بالشكل ده. زي ما انتم شايفين انا عايزك تبقى مركز معايا. هو اول حاجه هنا كود فور سام تايم، دي بقت اخر حاجه. شال لي بلاي سام سبورتس، شالها. انا عايزك تبقى مركز معايا في اسلوب الكتابه، لان انتوا زي ما انتم شايفين انا هنا تو دو ليست دوت حاجه. انتوا عارفين الاسلوب ده زي ايه؟ زي اوبجكت، زي ما بنكتب الاوبجكت لما كنا بنروح نقول له بيرسون دوت نيم. فدي ميثودز جاهزه الجافا سكريبت بتوفرها لك بحيث ان انت تشتغل على طول. يعني تروح تستخدم الفانكشن دي على طول وتضيف حاجه على الاري دي. بيعرف ان دي اري، بيجيب الاري بيحط العنصر في الاخر. فلازم تبقى واخد بالك من الحاجات دي. هنا احنا عملنا remove last element، وهنا عملنا add to the last of the array، ضفنا في اخر الاري. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا ازاي نضيف في الاخر وازاي نحذف من الاخر، عايزين نتكلم بقى ازاي نضيف في الاول وازاي نحذف من الاول. بكل بساطه هفترض ان انا عندي مهمه لازم ان انا اعملها في الاول، ان انا مثلا انظف الغرفه بتاعتي. فانا هاجي هنا هقول له تو دو ليست، المره دي بدل بوش اللي احنا استخدمناها علشان نضيف في الاخر هنستخدم حاجه اسمها unshift بالشكل ده. وهقول له المره دي مثلا حط لي في الاول كلين ماي روم بالشكل ده. هتلاقوا ان هو حط لي في الاول كلين ماي روم وكبر لي بلا بلا بلا، مسح لي بلاي سام سبورتس مش موجوده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى دي add to the top or the first of the array، بنضيف في اول الاري. وبعد كده عندي to do list حاجه، احنا هنا قلنا unshift، لا عندي shift بيشيل بقى من الاول. فانا clean my room دي حطيتها وهروح اطبع الاري، هقول له to do list هنا shift امسح لي اول عنصر، وهقول له console.log to do list بالشكل ده. هتلاقوا ان هو اول حاجه جابها wake up early، مع ان اول حاجه عندي المفروض ان هي تكون ان احنا clean my room.
خلونا نمشي مع البرنامج بتاعنا خطوه بخطوه علشان ما حدش يتلخبط في حاجه، وعلشان نعرف النتيجه النهائيه اللي طلعت معانا طلعت ازاي. زي دي حاجه بنسميها تريس، ان احنا بنعدي على الكود واحده واحده، بنعمل تريسنج للكود. طيب انا عندي هنا wake up early، عندي breathe my teeth، وبعد كده study for 2 hours. دول حطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، امورنا كويسه. رحنا عملنا في الاخر حطينا كود for something for some time وبلاي some sports، يبقى كده بقى عندنا خمسه elements. بس رحنا عملنا بوب، فشلنا اخر عنصر اللي هو هيكون اللي هو بلاي some sports، مسحناه. وبعد كده عملنا unshift، رحنا ضفنا عنصر في الاول اللي هو clean my room، ضفناه في الاول هنا، فجه قبل الويك اب ايرلي. لما حطينا unshift هو جه قبل الويك اب ايرلي. لو رحنا هنا هنلاقي ان هو فعلا clean my room جه الاول، بعد كده بقت الاري اللي هي wake up early breathe my teeth study for 2 hours جايين wake up early breathe my teeth study for 2 hours، وكود for some time جايه معايا. لكن البلاي سام سبورتس لان احنا عملنا بوب اللي هو مسحنا اخر عنصر، فهي اتشالت عندي. بعد كده لما عملت شيفت فانا شلت اول عنصر اللي هو كلين ماي روم، شلناه، فبدا من تاني عنصر اللي هو ويك اب ايرلي. نعمل مراجعه سريعه اللي احنا خدناه. الصوره دي فيها كل اللي احنا اتكلمنا فيه ببساطه. ايه هي الوظيفه بتاعت الحاجه دي، المكان اللي بتضاف فيه، الطريقه ان احنا لما بنستخدم بوش بنضيف في الاخر. هنا خلونا نمشي عليها علشان تبقوا فاهمينها، علشان ما حدش يتوه برضو مني فيها. بوش بنضيف في الاخر، بوب بنشيل من الاخر، شيفت بنحذف من البدايه او من الاول، انشيفت بنضيف في البدايه او في الاول. يا رب الفيديو يكون واضح، ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.